يا مساء الجمال. أنا بس عايز أوجه كلمة صغيرة كده للشباب المحبطين اللي بيحسسوا نفسهم إن هما خلاص فشلوا وخسروا كل حاجة والموضوع مبقاش نافع خالص. لأ، خلي عندك صبر وخلي عندك عزيمة إن انت تعرف تحقق اللي انت عايزه. خلي عندك طولة بال، لأنك انت لو معرفتش انك تبقى مصر على حاجة تعملها وغصب عن الظروف وغصب عن الجو اللي انت عايش فيه، حاول انك انت تبقى شايف انك انت هتنفذ الهدف هتعمله مهما يحصل من عقبات هتعمله. لانك انت لما بتعمل كده وبتعند انك توصل لهدفك، تمام، انت عقلك بعد كده بيتطور، مخك بيكبر، انك انت بتبرمج مخك على انك انت بتعرف تشيل مسؤولية بزيادة. فلازم تتعلم ان انت ازاي تشيل مسؤولية، مسؤولية نفسك. مهم اوي ان انت تتعلم ازاي تشيل مسؤولية نفسك، علشان لما تقع في عقبات تبقى سهل اوي ان انت تبقى شايف الموقف اللي قدامك وعندك الجراءة انك تاخد قرار وتقوم بخطوة والتانية وانت عارف ان مفيش حاجة هتندم، هي خطوات بتعلمك ان كنت فشلت انت فشلت ليه، نجحت ليه. فخلي دايما وقتك يومك في افادة، تحاول تعمل افادة في يومك ايا كان اللحظة او ربع ساعة او العشر دقايق في حياتك. حاول تحط في دماغك كده ان انت تطور من نفسك، تتعلم حاجة جديدة، تتعلم حاجة تخليك تاخد خطوة لقدام. لكن ما ينفعش يومك كله يعدي كده وحياتك كلها تبقى معدية كده، الشهر في التاني في التالت في الرابع. لازم يبقى الموضوع عارف انت يومك ده كله كسبت ايه فيه وعملت ايه، لانك انت هتتحاسب. فإن كنت انت بتطور نفسك بيبان، ان كنت انت بتنزل لتحت بتلاقي نفسك برضو ايه داخل في مشاكل. يلا تصبح على خير.